الكرة بتعتمد عنك تجاه خط الملعب، بدل ما توقف الكرة بهذا الشكل الخصم ياخذها منك بسهولة، سوي هاي الحركة وهي توقف الكرة بقدمك وتاخذها بقدمك الثانية باتجاه خط الملعب. بس لا تنسى متابعة محمد عنادة تسمح معك. بص يا نجوم مصر من اخطر المهارات حرفيا اللي ما ينفعش نقلدها، لان المهاره دي بتؤدي للرباط الصليبي. هتقولي طب ما في لعيبه في اوروبا عملوها وعدوا عادي من غير ما يحصل لهم حاجه. يا عم في حاجه اسمها ستر ربنا. بص وانا بجرب اعمل الحركه، بص ركبتي بتثبت في الارض ازاي. تعالى يا عم هقول لك لو الكره طولت منك تعمل ايه بدل ما تضيع مستقبلك. تعالى نتفرج. طبعا المهاره اللي هو عملها دي في حاله واحده، لو الكره قريبه منك والمدافع مش لازق في ظهرك على طول. يعني لو المدافع جاي في ظهرك كده والكره قريبه منك وانت جربت تعملها، انت بقيت في وشه اصلا هيعورك. فنيجي بقى في حاله لو الكره طولت منك مفيش حل غير التاكلينج يا نجم مصر. هو الامن والحل الوحيد في الحاله دي. في حاله لو شفت المدافع بعيد فهتعمل القط دي على طول كده وهتلحق الكره عادي خالص لو الكره مش بعيد قوي. وطبعا دي مش غلط ولا حاجه وما فيهاش اي ريسك، عادي لو المدافع جاي متاخر ورا. واتمنى يا نجم مصر مش اي حاجه تشوفها تقلدها. شكرا.